لو اول مره تعملي كيكه جربي الطريقه دي هتنجح معاكي من اول مره. يلا بينا. في بوله هنجيب 4 بيضات بدرجه حراره الغرفه، هنحطها في البوله دي وعليها كوبايه الا ربع من السكر، وهضربهم كويس اول لحد ما يتضاعف معايا الكميه ولونها هيبقى شفاف وابيض بالشكل اللي قدامي ده. تعالوا بقى نكمل الوصفه بتاعتنا. هنحط عليها باكيت من الفانيلا، ربع كوبايه من الزيت، نص كوبايه من الميه الدافيه ودرجته تبقى دافيه زي دمعه العين، وهرجع اضربهم تاني بالمضرب الكهربائي او بايدك عادي. بعد كده معلقه صغيره من الخل عشان اتاكد ان مبقاش فيه زفاره، كوبايه من النشا حرفيا هتفرق قوي في الكيكه، هتخليها هشه اكتر وطريه. هقلبهم بالراحه خالص عشان الهواء ما يطلعش، واحط كوبايه ونص من الدقيق وباكيت من البيكنج باودر ورشه من الملح، واقلبهم بالراحه برده تاني. ناخد بالنا ان انا من اول ما بدات في المكونات انا ولعت الفرن على درجه حراره 180 عشان هسيبها في الفرن لمده 25 دقيقه نص ساعه. هجيب الصينيه بتاعتي، عايزاها تبقى منفوشه ومرتفعه كده اعمليها في حاجه صغيره، عايزاها تبقى سمكها رفيع شويه حطيها في حاجه كبيره. انا حطاها في حاجه كبيره عشان كنت بعملها حلويات. دي الصينيه بتاعتك وادهنيها كويس بالزيت وبالاطراف عشان لما ترتفع ما تلزقش معاكي. خلي الصينيه لف داير ما يدور عشان الهواء الزياده يطلع منها. دخليها الفرن بقى زي ما قلت لك، عايزاها منفوشه اكتر من كده حطيها في حاجه صغيره. شايفين النفشه بتاعتها ما شاء الله وهي محطوطه في صينيه كبيره؟ خطيره يا جماعه. وحلوه. رايحين فين؟ ما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا له لايك وكومنت، ونتقابل في وصفه جديده. باي باي.